الفراولة تجيبيها تنضفيها تحت المية الجارية وتغسليها حلو قوي 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 على حد ما تنفضيها، ماشي، من الرملة بتاعتها طبعا، ماشي. تعصري منها كوباية وتحطيها على جنب، معلقة صغيرة من الجيلاتين تحطيها في حبة مية مغلية وتركنيهم على جنب، تمام كده. هاتي المية بتاعتك زي ما انت شايفة كده، قلبيها حلو قوي 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 في قلب الجيلاتين زي ما قلت لك. هاتي طاسة حطي فيها كوبايه العصير بتاعتك، قلبيها تقليبه حلوه لحد ما تتسبك، حطي عليها الفراوله اللي احنا قطعناها مع بعض زي ما انت شايفه كده، 4/4 عشان الفراوله قطع كبيره، تمام. حطي كيس من الجيل البودر وعليهم كوبايه من السكر وقلبيهم، هيطلع معاكي احلى توبنج فراوله. تحطيه على التورته، تحطيه على تشيز كيك، تعملي بيه كيكات. بصي بقى، لا غنى عنه توبنج الفراوله، حطيه عندك في الفريزر مش هيجرى له اي حاجه، بيتك يكون عمران وجيبك يكون متوفر وجوزك يحبك اكتر واكتر. مع مين؟ مع منى زكريا.